دي تاني؟ تاني وتالت ورابع لغاية ما تبطل تجيب السيرة دي خالص. ايوه بس يا ما ماما. تحاولش، أنا مش هعزل من البيت ده، يعني مش هعزل، ولازم تفهم مراتك كده، أنت فاهم؟ ايوه فاهم، بس البيت ده بقى قديم قوي. عادل، أنت ابني ولا مش ابني؟ ابنك طبعا يا ماما. تبقى تسمع كلامي، مفهوم؟ يا ماما حاولي تفهميني، المساكن الجديدة دي اتعملت ليه؟ هو مفيش غيرنا ولا إيه؟ دي فرصة يا ماما، وانا قررت اني اعزل الاسبوع الجاي. يعني خلاص. طيب يا عادل، وأنا كمان يا سيدي مش قاعدة لك في البيت ده خالص. على فين يا ماما؟ هسافر، هسافر البلد عشان تستريح مني. مبروك، ألف مبروك يا عادل. الله يبارك فيك يا مراد. بس بس انا مش مستريح برضه. ليه بقى؟ في حاجة تانية في الشقة؟ ابدا ابدا، بس والدتي سافرت زعلانة مني. طبعا ما هي ملهاش حق يا عادل، ايه ده؟ والعمل دلوقتي يا مراد. أنا عارف طبعا إنها والدتك وأنت ما تستغناش عنها، وعشان كده أنا شايف يعني بقى اسمع، ابعت لها جواب. انا لو كنت فاضي كنت سافرت لها. لا مفيش داعي للسفر، المهم إنك تشرح لها أحوالك وتفهمها إنك ما تقدرش تستغنى عنها أبدا. تفتكر ان حكاية الجواب دي هتنفع؟ طبعا، بس المهم الكلام اللي في الجواب تعرف يكون إيه؟ يكون كلام مؤثر. آه. عندك حق، هبعت لها جواب. ايه ده؟ قلقان ليه يا عادل؟ مراتك يا سيدي بكره تولد، ولا عشان يعني اول مره لها؟ انا متضايق عشان والدتي اللي بقالها اكتر من شهر في البلد لا هو انت مش بعت لها جواب قبل كده؟ وما ردتش عليا. طب وهتعمل لها ايه بس؟ كان نفسي تكون هنا جنبي وجنب مراته وهي بتولد. اسمع، ابعت لها جواب تاني يا اخي، تاني؟ تاني وتالت ورابع، فهمها عن حكايه الولاده دي، يمكن قلبها يحن. والله ما انا عارف اعمل ايه. اسمع، هات ورقه وقلم وتعالى وانا امليك الجواب وربنا يسهل. ربنا يسهل. مالك بس يا ست المنيرة؟ صعبان عليا يا حاج، صعبان عليا اللي عملوا فيا يا ابني. بقى ده كلام؟